عسلامة ومرحبا بكم في قناتي. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. يلا اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصله نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد. وهذه هي فيديو اليوم جديد حبيت نعطيكم فيه رسات غريبة بيضة بالبوفريوة. دونك احنا الصفاقسيين نقولوا له الابيض، كعك الابيض. حبيت المرة هذه نبدلوا على العادة. عملته في حلة أخرى بالبوفريوة، بنة غير عادية بالبوفريوة عملته، وبالبوغ نوازيت. الحقيقة جا ما شاء الله بنين برشا. العادة نعملو بروح الشامية باللوز بالكاكاوية. المرة هذه عملته بالبوفريوة وتالما عجبني حبيت نودكم بالروسات. عندي كمية بتاع بوفريوة حمرتها في الفور حصيلو مش نرحيها بالقشرة بتاعها. الكمية عملت الصحفة هذيك حطيتها بالبوفريو. عملوا الكمية اللي تحبوا عليها، تنجموا تعملوا أكثر كما تنجموا تعملوا أقل. أنا باش نكيل بالصحفة هذه. دونك هي الروسيت 4 كيلات فارينة، عليهم كيلة سكر محور، وعليهم اللفاحات اللي تحبوا عليهم، جلجلان، بوفريوة، لوز، كاكاوية مرحية اللي تحبوا. دونك لو مرة خذيت عملت 2 صحافي فارينة غربلتهم، وبعد زدت صحفتين الاخرين. دونك في الكل 4 صحفات، معناتها 4 كيلات. نجموا تكيلوا ديما كيف ما نقول لكم بأي كيلة عندكم بالصحفة باللي تحبوا عليه. دونك توا الكيلة بتاع السكر حطيتها زاده كيف باش نغربلها. عندي نصف مغرفة خميرة جاتو زاده غربلتهم معاها. لقيته معناتها نصف باك وزدته هكاكا. نجموا تستغنيوا عليها، ما هو راهو يعطي هشاشة للغريبة بتاعنا. دونك زدت شوية جلجلان وزدت الصحفة بتاع البوفريوة. خلطت النواشف الكل وباش نزيد صحفة زيت. عملت زيت وبوغ نوازيت مخلطة. دونك هذيك شوية بتاع البوغ نوازيت، هذيك شوية الحليب اللي بقى نحيته ما خليتوش في الغريبة بتاعنا، بحكم انا عملته سخون. معناها هذيك علاش حركته هكا بالسباتيل حتى لوين هكا برد شوية، وباش نعجن بيدي بالطبيعة. دونك إذا كان تحبوا الرسات الزمنية راهو يصير فيه روح الشامية، ويصير فيه الشامية زادة تنجموا تخلطوا فيها شامية، وتنجموا تعملوها بالكاكاوية. هذه الرسات الزمنية. كما قلت لكم المرة هذه حبيت نشخشخوا بالبوفريوة. راهو جا بنين نودكم لنشهيكم. أنا قاعدة نخلط فيه هكا والريحة طالعة ما شاء الله. جربوه وميكمش باش تدموا بإذن الله. كمية عملت كمية صغيرة كيف العادة باش ما نتعبش روحي. دونك نبقى هكا نعجن بالباهي. شوفوا كيفاش يقر زيتو ومعناها يولي عجينة محلاها. دونك باش نجيب الكعبات كل نفس التاي، خذيت هذيك الخطاب تاع حكة الشامية، حطيت عليه بابي بلاستيك اليمونتير، وباش نحط فيه العجينة بتاعنا نستويها هكا من الأول بيدي، ومن بعد نعملها بالقلقال باش تتصبط هكا بكلها وتجي عجينة كاملة متماسكة بكلها. وبالطبيعة باش هكا يعطي السيرفاس بتاع كعبة الغريبة بتاعنا تبدا هكا مستوية ومنظمة. هذيك علاش عملت البابي باش ما تلصقش في القلقال وتجي هكا مرتوبة. دونك عندي زوز قوالب هذوما بتاع السبلي الحقيقة. عملت باللوفال وعملت هذيك الشكل بتاع الكعك. انا الابيض الغريبة البيضة نحبها بالشكل الكعك. دونك ما عنديش الشكل بتاع الكعكة في صفاقس راهم موجودين، حتى في تونس ولاو يتبيعوهم. دونك انا عملت نسقت في السيركل وهذيك النقبة الصغيرة. دونك حطيت شكلت توا باش نحط في الفوق في الطبق فيه بابي كويسون. واكيد الفور بتاعي خليته يسخن. انتم حسب الفور بتاعكم ما بين 170 175 درجة. دونك عينكم ميزانكم حسب الفور بتاعكم سخون ولا لا، وما تخليوهاش قريب للنار باش ما يتحرقش القاع بتاعه ويجي طايف في حقه. شكلت هكايا الكعك ونكمل نشكل بنفس الطريقة. حاجة سهلة وبنينة
وما شاء الله هكا مزيان برشا. تعملوهم مع القهوة العشية، قهوة الصباح. بالنسبة للتشكيل ننزلوا على القالب من الجهة الحادة، وبعد ناخدوا هذه الحلقة الصغيرة ونحطوها في الوسط، ننزلوا عليها بالقدا من اللوطة باش تاخد الفورمة تتقص معناتها من اللوطة، وبعد نخرجوها، وبعد نجموا هذيك الحلقة الصغيرة نفرغوها من العجينة عادي جدا. نجموا الشكل هذايا تنجموا تستعملوا الحواف اللي هكا مشرفة وإلا الحواف العادية، تنجموا راهو الشكل والزينة ترجع لاختيار ليكم. كملت الكمية بتاعي الكل حطيتها في الفور. شوفوا ما شاء الله الكمية هذيك جابت لي الطبيق هذاك بنة وفيحة وريحة. بعد ما طاب هذا هو الشكل النهائي بتاعه. دونك ما تحمروهش برشا باش ما يجيش هكا يابس. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسات، وان شاء الله تجربوها وتردوا لي الريتور بتاعكم في كومنتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله.